السلام عليكم ومرحبا بكم متتبعين ديولي. اليوم فيديو جديد ووصفة جديدة. غنقدم لكم تشكيلة من المملحات كتجي روعة في المذاق وكذلك في المنظر. خليكم مع طريقة التحضير. غنقدم لكم الآن المقادير. عندي الدقيق، الزبدة، المطارد، دانون طبيعي، فرماج مثلثات، الخل، السكر، الملح، السودانية، الابزار، الزيت ورشة ديال خميرة الحلوى. غناخدو هنا الدقيق، غنضيف عليه كأس ديال الزيت، كنزيد الزبدة، واحد دانون طبيعي، عندي 2 معالق كبار ديال المطارد، فرماج مثلثات. هنا نستعملوا نوعيه اللي تكون جيده. عندي السودانيه، الابزار والملح، سكر سنيده وخميره الحلوى. المقادير بالتفصيل غنخليهم لكم في صندوق الوصف. عندي هنا معلقه صغيره ديال الخل. غنخلطوا المكونات حتى ترمل معانا. من بعد ما ترمل معنا الدقيق غنضيفوا الماء. هنا كنضيفوا الماء تدريجيا وما ندلكوش العجين. هنا خاصنا نحصلوا على واحد العجينه اللي تكون قاصحه باش المملحات ديالنا يجيو مرملين. دائما ما ندلكوش العجين. من بعد ما كملنا غنقسم العجين ل4 أجزاء. هنا غادي نحتاج فرماج حمر محكوك، الزعتر والسودانيه. الكره الاولى غناخذوها غنديروا فيها الفرماج، غندخلوه فيها جيدا. الكره الثانيه غنديروا لها الزعتر اللي كيكون مصهد، كنحكوه غير في اطراف الكفوف ديالنا. والكره الثالثه غندير فيها السودانيه. والكره الرابعه غتبقى معنا، غتشوفوا كيفاش غنخدموها. هنا كنسرحوا الكره اللي فيها السودانيه، غنقطعوها على شكل اشرطه طويله. من بعد كنبداو نقطعوها بالعرض. هنا كنبدا نشكلها بهذه الطريقه على شكل بابيون. هذه هي النتيجه ديالنا. كناخذوا الكره الثانيه، هذه ديال الفرماج، كنشكلها بهذا المقطع ديال الورده. كيف تشوفوا كملنا العجين ديالنا. هنا غادي ناخذوا صفار ديال البيضه، غنضيف ليه شويه ديال الخل باش كيحيد الزفوره، وكنضيفوا شويه ديال السودانيه. غندهنوا بها الوريضات ديالنا. وهنا غادي نرشهم ببذور الخشخاش اي البافو. من بعد ما كملناهم غندخلوهم الفران. دائما المملحات نطيبوهم على نار اللي كتكون مهيله بزاف. راه كل شكل كيشد لينا تقريبا بين ساعه
وساعة ونص ديال الطياب، حيت النار كتكون مهيله ما كنبغيوش يتغير ليهم اللون. هنا الشكل الثالث كنقسموه على 4، كنسرحوه كنخدموه على شكل كرواسون، كنقطعوه مثلثات. غنوريكم الطريقه كيفاش كنخدموه. مملحات دائما كيبغيو الصبر. من بعد ما كملنا الشكل ديال الزعتر غندخلوه للفران. غندوز الكره اللي ما درت فيها حتى شي منسين. هنا غادي نطلقوها، غنسرحوها في اللاطه ديالنا. من بعد ما كنسرحوها كنقادو الجوانب. كناخدو هنا ابيض البيض كنضيفو عليه الخل. عندي هنا الزعتر، عندي زريعه القرعه، عندي بذور نوار الشمس، البافو. كندهنو العجينه ديالنا بابيض البيض، هنا غادي نرش عليه البافو والزعتر وكنثبتوه مزيان. هنا غادي نقطعها على شكل مربعات. من بعد ما كملنا التقطيع كنعاودو ندهنو تاني بالبيض باش غادي نرشو الزريره. ما بغيتش نرشهم في الاول باش الجراره تدوز معنا في العجين. هنا غنضيفو بذور نوار الشمس، كيف تشوفوا كنثبتها بالكفوف ديال الايد ديالي. وهنا كل مربع غنبدا نضيف ليه زريعه القرعه. هذه هي النتيجه. من بعد ما طابوا لينا المملحات ديالنا كيجيو على هذا الشكل. صدقوني الا جربتوهم غيعجبوكم بزاف. ما تنسوش تدعموا القناه بلايك والاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. بالصحه والراحه.